pero he decidido por amor y cariño. Ya, O sea, no viene, esto no va más allá. Pero claro que no voy a dejar de ser español. O sea, tengo doble nacionalidad. claro. Sí, sí. Yo Como te he dicho antes, y perdón que te interrumpa, por favor. 100% Sí. marroquí y 100% español. O sea, o sea, es que es la verdad. O sea, y el que lo entienda, pues, o sea, se lo agradeceré. Y el que no, pues espero que algún día lo entienda. Mm. Nous voilà avec le trophée de la Coupe du Monde des moins 17 féminines. Un magnifique trophée, une coupe formidable. Et aujourd'hui, le Conseil de la FIFA a décidé qu'à partir de 2025 et jusqu'en 2029, pendant 5 ans, le pays hôte pour la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans sera le Maroc. Donc, félicitations au Maroc, Mabrouk, Elf Mabrouk. Merci beaucoup au Royaume du Maroc, à la Fédération, pour organiser cette magnifique Coupe du Monde qui réunira les 24 meilleures équipes féminines moins 17 chaque année. Tout bon, évidemment, à tous les participants. Merci encore. Dima Maghreb. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لجميع مشاهدينا هذا الفيديو هذا، وتحية لخوتي المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم بين بلوس مع أخوكم جيدو. اليوم غنشوفوا الإعلام التونسي والإعلام الجزائري والإعلام الإسباني والإعلام الخليجي شنو غادي يقول على المغرب، وغادي شنو غادي يقول على إبراهيم ودياز الانضمام ديالو إلى المنتخب الوطني المغربي. مليون فصاعدا، مليون فصاعدا خصنا نوجدوا راسنا بأن الإعلام الرياضي والسياسي والاقتصادي واليوتيوبر غادي يبداو يهضروا على المغرب. اذا خصنا نكونوا حنا واحد المثال، ما نخلوش فين يشدونا اولا فين يعايرونا ولا فين يحشونا الهضره ولا فين يقول لك راه حنا شرينا. دابا كيقولوا بان ابراهيم دياز شريناه، عطاو له بزاف د الفلوس باش فضل المغرب على اسبانيا. المهم نشوفوا نعاودوا نرجعوا. والناس قاعده تقدم واحنا رانا بعاد برشا. الحقيقه راهو المغرب قاعده تقدم، مصر قاعده تقدم، الناس كل قاعده تقدم، كان احنا ماناش قاعدين نخدموا. فما نقطة عبد الستار، انت ذكرت البحوث العلمية ولي ريشيرش مثلا في اختبارات المنشطات. احنا في سنوات 2010 2009 قبل شوية كنا نمبر 1 في تونس، في القارة كاملة. في تونس كنا من الأوائل في العالم. ها اليوم ماناش اليوم ماناش اجور، وبعثوا لنا تنبيه وعطاونا معناتها مده اخرى باش نزيدوا اون سور تراب وباش نوليو معناها الحقيقه على مستوى لي ريكومونداسيون اللي تطلبها اللجنه الدوليه نتاع الدوباج. احنا خاطر كانت عندنا من اقوى لي زونيتي نتاع لونتي دوباج. اما وين احنا اسكو اليوم احنا كي نشوفوا فرق اخرى تلعب على مستوى افريقي ومباريات وديه على مستوى افريقي، احنا نلعبوا في كرواتيا. شنو باش تضيف لنا هذا في التصفيات الجايه اللي باش نلعبوها؟ نشوف المغرب تلعب بين موريتانيا وانغولا، وانا نمشي نلعب الكرواتيا. شنو باش تضيف لي؟ كرواتيا تنجم تلعب ضد نيوزيلندا او مصر. ما هو الاغلب انه باش تلعب ضد نيوزيلندا. شنو باش تضيف لي؟ صباح قائمه منتخب المغرب، خلينا نزيد نصدمك شوي. الحراس 3 حراس مش 4 في المغرب. القجوي، بونو وبن عبيد. في الدفاع حكيمي، شيبي، أبقار، أشرف داري، نايف أكرد، شادي رياض لاعب ريال بيتيس، عطية الله، يوسف الخادم. في وسط الميدان أمرابط، العزوزي، إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد، بلال الخنوس، امير ريشاردسون، عز الدين أناحي. وفي الهجوم الياس بن صغير لاعب موناكو، امين عادلي لاعب ليفركوزن، سفيان رحيمي يعود للمنتخب المغربي لاعب العين الاماراتي الذي اقصى كريستيانو رونالدو من مسابقه الشامبيونز ليج الاسيويه، يوسف نسيري وايوب الكعبي، الياس اخوماش وحكيم زياش. هذوما الأسماء التي يعتمد عليها وليد الركراكي في المباريات الدولية الودية ضد أنغولا وضد موريتانيا في أواخر شهر مارس، 22 مارس و26 مارس. أنغولا موريتانيا. ساعة الاختيار حكيت عليه انت، الاختيار أنه منتخب المغرب سيواجه منتخبات إفريقية استعدادا لتصفيات المونديال. كانوا عايط الأربعة قول له هو ركراكي.
يزينا عبستار من ضمار الزيت هاي. دونك اليوم كي تشوف هاي الاتحادات اللي قاعده تغير وشوف التغيير، معناها تغيير على مستوى عالي. وقت اللي تحب انت تقحم اسامي جديده وروح جديده في الفريق وتحسن من الفريق فنيا، تجيب لاعبين فنيا على مستوى عالي. كي تشوف اليوم اول مره دياز، معناها ابراهيم دياز في الياس اخو ماش نجم في ريال، كيف الياس بن صغير موناكو، يرجع رحيمي كيف عندهم دي جوور من ليكيب اولمبيك كيف عيط لهم. فما لاعبين ما نعرفش الاصابه ولا لا. مزراوي ماهوش مزراوي بعد الاصابه كاس افريقيا للامم يعني رجع بطريقه بطيئه. بوفيل ماهوش موجود. املاح كيف سايس كيف ماهوش موجود. سايس قائد فريق غريبة، معناها ما نعرفش شنو هي الأسباب اللي خليته مش موجود. لكن وقت اللي ننظر في قائمة كيف هكايا نرى أنه قائمة قوية على المستوى الفني، قادرة أنها تعمل الفارق. وظاهر اليوم أنه الراجراجي ما عندوش خيار آخر إلا الفوز بكأس أفريقيا 2025 اللي هي باش تحتضنها المغرب. دونك الاتحاد المغربي قام بمجهود كبير، سورتو أنه إبراهيم دياس اليوم نجم ريال مدريد ولاعب الشهر في فيفري، قاعد يخفي طونجو كبير في ريال مدريد وقاعد يسجل، حتى شفناه في الشامبيونز ليج مع لايبزيك. انت تقدر انك تجيبه على حساب المنتخب الاسباني. دونك هذه ضربه قويه ونقطه مهمه للمنتخب المغربي في قدم الاستحقاقات، لانه باش يولي عنده ثقل كبير وديفيرينس، خاطر سور لو بلون انديفيدويل وقت اللي عندك فلته اللي نجم وقت اللي حتى انت صار ان بلوكاج هو يديبلوكي لا سيتوياسيون بان جيست تكنيك بان نكسبلوا انديفيدويل قادرين يعملوا. عكس احنا وقت اللي تشوف القائمه نتاع المهاجمين نتاعنا ما تشوفش حتى واحد ينجم يسجل هدف، قادر انه يسجل هدف. هذا كروان عبد الستار. انا باش نحكي على جانب اخر، جانب تجاري، جانب ترويجي. كي تجيب انت لاعب في ريال مدريد، لاعب كونفيرمي كيما ابراهيم دياز، لو حتى المستشارين والسبونسور يهبطوا عليك راه بالطبيعه. هما الامريكان المغربيه تشوف عقود الاستشهار اللي سيتم امضائها مع عديد المستشارين. هو اكيد مش جايب ليش، حتى هما كي اقنعوه دونك حطوا الباكو باش اقنعوه. ولكن وقت اللي حطوا الباكو يعرفوا الروتور اللي باش يصير من الفلوس هذه اللي باش ياخذها دياز. معناتها وقت اللي يبدا عندك وهو دياز ماشي وماشي باش يزيد المستوى نتاعو في ريال مدريد، لكن ان شاء الله انتمائه للمنتخب المغربي ما ياثرش عليه في اسبانيا. ماك تعرف انت اللاعب كي يبدا يلعب في اسبانيا في المنتخب الاسباني حاجه اخرى. ما نعرف اليوم شيء بعيد على بعضه، معناتها مش كيما تفكيرنا احنا وتفكيرهم، لكن يخمم في مصلحته الفريق. مثلا يقول لك كاس افريقيا الامم تجيني في الشتاء وانا لاعب باش نفقده ل7 ولا 8 مباريات، شوف كيفاش باش يرجع لي وقتها يولي يخمم زاد. وهنا كاس افريقيا وانا سمعت انه العقد سيتم تمديده، عقد ابراهيم دياز حتى يظل 2029. ولكن كاس افريقيا جاي في الصيف. دونك ان شاء الله الكؤوس الافريقيه القادمه زاد الصيف، لكن بعدها كاس عالم للانديه. كاس عالم للانديه. اما هنا وين المشكل في افريقيا؟ راه فما بلدان وقت اللي باش تحتضن كاس افريقيا في الصيف تنجمش تمشي في الشارع راه. معناها كان ناخذوا معناتها الشيره وين كوت ديفوار وين مالي وين تنجمش تعمل كاس افريقيا في الصيف. معناتها عمليه انتحاريه على مستوى المناخ، على مستوى الحراره والرطوبه. دونك ما تنجمش. اليوم في المغرب في شمال افريقيا نجموا نلعبوا في الصيف، لكن المغرب سخونه راهو سخونه، لكن ما فماش الرطوبه اللي تنجم. انت التجربه نتاع مصر لم تكن ناجحه صحيح، لكن انا نحبذ ان تلعب في الصيف، خاطر مش من مقبول راهو انك تجي فما لاعبين صحيح باش يجي معك للمنتخب لكن تنجم تاثر على مصيره في الفريق نتاعو. ينجم يخسر مكانه، يكون هو ماشي في كورب وطالعه واساسي في الفريق نتاعو، يمشي يقعد شهر براتيكمون مش يلعب 4 ماتشات باش يرجع راهو يلقى روحه البلاصه تفكت. باهي مازلنا نحكيو على المغرب، فريق الوداد البيضاوي وقطيعه مع فوزي البنزرتي. فوزي البنزرتي فسخ عقده مع الوداد البيضاوي، لم يتحمل فوزي البنزرتي كل الظروف التي يمر بها الوداد البيضاوي. رسميا فوزي البنزرتي يغادر الوداد. عبد الستار، الوداد المغربي مشكلته مش مشكلة مدرب، يخرج فوزي يجي مدرب اخر باش يعاود يخرج المدرب الاخر. دونك مشكلة اكبر من المدرب. اليوم رئيس النادي نتاعهم معناها ماهوش موجود، رئيس النادي معناها موقوف. هذه مشكلة كبيرة زاد على مستوى التسييري في الوداد. رئيس النادي كان يمن برشا فوزي البنزرتي وكان عطيه الثقة الكبيرة، وبالرغم اللي تذبذب النتائج وقتها كان يمن به. فوزي قعد عمل انتدابات، براتيكمون 9 لاعبين خرجوا في الميركاتو الشتوي، انتدب لاعبين جدد.
لكن في اللي 3 ماتش الاخرانيين شفنا تذبذب كبير على مستوى النتائج. حكينا البارح على ما يحاك في كواليس الوداد من تدخل لوكلاء اللاعبين، وكلاء اللاعبين يملكوا عديد اللاعبين. شفنا حتى تصريح كيف المدرب السابق الوداد ومدرب المنتخب الأردني حسين عموتة اللي كيفاش قال معناها انه المسؤولين ممكن متواطئين مع الوكلاء، وقالوا له خلي الماء يدوز ولا كيفاش يقولوها بالمغربي. دونك هذايا مشكل كبير. فوزي الى متى نعرفوا طبيعه والتمبيرامون نتاعو انه ما يقبلش انه باش يواصل اكثر في الهزائم. ممكن نتصور انه بطلب منه اختار انه يخرج، لانه فوزي البنزرتي طلب في عده مرات انه يخرجوا، الاداره تشبثت به. دونك اليوم يعرف فوزي انه قاعد ما عادش يعطي في اضافه للفريق، فما عادش فما تجاوب مع اللاعبين. نتصور انا خروجه قرار صائب، لانه صعيب السنه كان الوداد باش يرجع، لانه حتى واش من نيتكم جيراننا، واش من نيتكم احبابنا، حنا ما كندخلوا في شؤون ديالكم الرياضيه ولا الاقتصاديه ولا السياسيه. دابا اي لاعب بغى يلعب في المنتخب الوطني المغربي الجامعه الملكيه كتدفع ليه، راه دفعات ليه بزاف، دفعات ليه اكثر من الاتحاد الاسباني لكره القدم. هي يعني دابا الجامعه يعني زايدات على اسبانيا باش دات ابراهيم دياز. دابا نتوما الا جينا تونس، انا نقول تونس في 2004 جبتو برازيلي وجنستوه ولعب معاكم، ما قلنا والو، وديتو كاس افريقيا مبروك عليكم. هذا برازيلي جنستوه، ما قلنا حتى شي حاجه. دابا نتوما غير شتو راه دفعوا له باكو، لا دفعوا له فيلا وقصر وفهمتيني، يمكن عطاو له المغرب كامل، باش يلعب في المنتخب. ندوزو نعاود لتونس، نوص الاعلام التونسي عاود في الشامبيون برايم تاعي مع راديو ماد. باش نحكيو على ابراهيم دياز لاعب الميرينغي ريال مدريد. ابراهيم دياز رسميا نجم نقولوا بالنسبه كبيره برشا في انتظار الاعلان الرسمي من الاتحاد المغربي لكره القدم. ابراهيم دياز يختار تمثيل المغرب بدلا من اسبانيا، وابراهيم دياز لاعب ريال مدريد باش يكون لاعب للمنتخب المغربي اسود الاطلس نجم ريال مدريد والميلان السابق، وباش يدافع على الوان المنتخب المغربي. الصحافه المحليه المغربيه تحدثت برشا حول هذا الموضوع، وبسبب التجاهل تقول من قبل الاتحاد الاسباني ومنتخب لاروخا وفق صحيفة ماركا الشهيرة طبعا تقول أنه المغرب كان منخرط بشكل كبير في قضية إبراهيم دياز، وهو ما لم تفعله إسبانيا. أيضا إذاعة كادينا قالت أنه لم يتم الاتصال به لا من قبل لويس إنريكي قبل وإلا الآن لويس دلافوينتي المدربين السابق والحالي لمنتخب لاروخا، وبالتالي المغرب قامت بالواجب وإبراهيم دياز يمثل منتخب المغرب. هو الفرق شنو بين المنتخبات اللي عندها تقاليد في كأس العالم والمنتخبات اللي أقل تواجد في كأس العالم؟ هو الذهاب بعيدا. خلينا نقولوا بين المنتخبات أمريكا الجنوبية ومنتخبات أوروبا وبقية المنتخبات خاصة منهم اللي موجودة في القارة الإفريقية. نجم نقولوا المشاركات اللي صارت متاع نيجيريا في 94 وغيرها من المشاركات، السنغال وغيرها، التطور، تونس اللي كانت حلت الباب بأول انتصار، ومن بعدها بدأوا المنتخبات يمروا من الدور الأول في كأس العالم. خلى انه اللي مشينا شويه معناتها شيئا فشيئا لين البارح لين الاخر كأس العالم هذه شفنا المنتخب المغربي وين وصل، وكان قاب قوسين من الوصول الى الدور النهائي. هذا ايش يعطي انه المنتخبات الافريقيه خاصه والمنتخبات شمال افريقيا اصبحت محطه انظار اللاعبيه الموجودين في اوروبا. هذه الحاجه الاولى. ايش معناتها تو كيما ابراهيم دياز يقول لك نجم نوصل نلعب حتى فينال كاس العالم حتى مع المغرب بالضبط، معناتها ولا التالق في كاس العالم ليس حكر على مع اسبانيا على المنتخب التقليديه. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هو اسمه ابراهيم عبد القادر دياز، اب مغربي وام اسبانيه، مولود في مالاغا، لعب في الاسبوار مع المنتخب الاسباني تحت 21 سنه، وعنده 3 سنوات لم يتم
بالطبيعة استدعائه. شوف إبراهيم دياز كانت عنده تجربة مع ميلان، مع رجع للنشاط ورجع بالطبيعة للتألق، وهو ما عنده ساق ممتازة على المستوى الرياضي ملاعبي مهم. إبراهيم دياز يقول لك أنا تألقت مع الميلان ولم تتم دعوة. والواضح أنه من تصريح دي لافوينتي نفهمه أنه إبراهيم دياز تحدث مع الإطار الفني الإسباني وقالوا هل باش تدعاني وإلا لا، يعني باش نكون موجود معاكم. والواضح أنه دي لافوينتي قالوا لا، الإعلان باش يكون الناس الكل فرد وقت. وهنا أكيد أنه المجهود زاد الكبير اللي قاعد صاير من الاتحاد المغربي لكرة القدم ومدربه ليدر ركراكي، واللي تقريبا دور كبير برشا في نجحوا في استقطاب إبراهيم دياز وعودته إلى بلده. هو في الحقيقة معناتها هو اسمه إبراهيم، هو مغربي، هو مغربي، معناتها عنده جذور مغربية، هو مغربي إسباني، معناتها كما ينجم يلعب لهنا كما ينجم عنده نصفه من جهة الأب. يعني مش وقع تجنيسه ولا حاجة، مش تفهم يعني بالضبط. هو اسمه إبراهيم عبد القادر دياز، هو اسمه الثلاثي. فتم إقناعه إنه يكون حاضر. وهنا الممارسات متاع الاتحادات، عندك الاتحاد الفرنسي في مؤخرا مع ملاعبيته مع كريم بنزيما. شوف يمكن اللي صار مع كريم بنزيما خلى برشا من أصول إفريقية ومن أصول عربية تراجع برشا، تراجع على حساباتها واختياراتها، خاصة أنا قلت لك اللي صار مع كريم بنزيما عنده بالون دار وتصير المشاكل هذيك مع منتخب بلاده ويحرم من كأس أوروبا، من كأس العالم بطريقة عجيبة وطريقة غريبة، وخاصة التعامل معه لا لشيء نظرا لدينه فقط. هذا الواضح راهو، خاطر كريم بنزيما تم تعامل. وهذا نرجع حتى كان تتذكر وقت اللي صارت له هو فالبوينا كان تاع السكس تيب وشنو اللي صار وكيفاش خلصها باهظا كريم بنزيما، ولو هو اعترف، خرج واعترف واخطأ، لكن الخطأ ذاك قعد تقريبا يخلص فيه برشا. وحتى كي رجع للتألق مع المنتخب الفرنسي في ظل جينيراسيون أخرى لم يتم التعامل معه، غير مرحب به في وسط المجموعة. معناتها النتيجة والضغط الإعلامي والضغط الصحفي والضغط الجماهيري على ديدي ديشان وقتها وعلى الرئيس دونويل اللي تم إقالته الرئيس الاتحاد الفرنسي كان خلاه معناتها ديدي ديشان على مضض يوجه له الدعوة. ومن بعد ظهر الأمور ما مشيتش وما فماش شنو يتعدى بيناتهم بين المدرب واللاعب، وخلى برشا ملاعبيه انه تراجع انفسها. وشفنا برشا ملاعبيه من الكاميرون من اصول كاميرونيه بالطبيعه في بلدانهم في غانا الام ولا الاب الماني والا فرنسي ولا يلعبوا في وسط ميدان توتنهام، يلعبوا في مالي وفي غانا بالضبط. ولا يخير ويقول لك انا نعمل فورماسيون نتاعي في المنتخبات منتخب البلاد اللي موجود فيها منتخب فرنسي، ولكن ابراهيم دياز في المنتخب الاسباني. ومن بعدها نختار، ومن بعدها نقول لك انا ندلل ان نخير نكون نجم في المغرب غير من لاعب ما ننزعش ولا اللاعب مره يستدعاني مره لا مع المنتخب الاسباني. وهنا الخطأ الكبير اللي صاير مع الاتحاد الاسباني، انه خطأ كبير ياسر. لاعب عمره 24 سنة يلعب في ريال مدريد أقوى المنتخب الإسباني. خلينا مش دعوته ثم معناتها لاعب يترينيش في ريال مدريد بركي فقط يكون جدير بأنه طبعا نظرا نتصور مستوى نتاع لونطريمون نتاع اللي في ريال مدريد أقوى من برشا. مش معاولة خاصة للاعبي برشلونة في المنتخب الإسباني. علاش باش نعطيك ديزيكزومبل، هذا رأيي. ما أنا شفت هكا مثلا ثم لاعبية صغار يخرجوا من مراكز تكوين برشلونة معناتها في اللاميسية اللي صغار في العمر معناتها في 16 سنة و17 سنة مباشرة يتم استقطابهم من المنتخب الإسباني ويندمجوا. نعطيك أمثلة لامين يامال مؤخرا، بيدري، غافي وغيرهم من اللاعبية، بينما لاعبين ريال مدريد الناشئين اللي يخرجوا إبراهيم دياز مثلا منهم لا يتم استقطابهم. هذا تطرح حتى في الصحافة الإسبانية. هاو باش نجاوبك يا سيدي. هو هذه مسألة سياسية بامتياز، لأنه كما تعرف أنت إقليم كاتالونيا يناشد الاستقلال، يحب الاستقلال ويحب الانسحاب. وفما حاجة اسمها منتخب كاتالونيا. كنت أتذكر المنتخب التونسي لعبنا ضده ماتش ودي، قداش مرة لعبنا ضده في قداش مرة منتخب كاتالونيا. وهنا تولي تخلي انه يقوموا
بالادماج نتاع اللي كاتالون مباشرة راهو يلعب حتى مباراة فقط مع برشلونة ديريكت عيطوا له منتخب باش يكون معناتها مندمج مع المنتخب الاسباني ويخليه الكتالون هما يشجعوا زاد المنتخب الاسباني معناتها نوع من المحاولة اكيد من محو النجم نقولوا القوميات الصغيرة الموجودة في اسبانيا للادماج اكثر الملاعبي، ويمكن يقولوا بعد خطوه واكيد توصيات سياسيه. ولهنا نفهموا انه التدخل في التشكيله ليس في تونس برك موجود معناتها الاكسبلوا اللي قام به الاتحاد المغربي في ضم ابراهيم دياز هذا مهم. شوف ستتغير بعد 10 ولا 15 سنه الخارطه نتاع كره القدم كما قلنا، لن تعود هناك منتخبات اقوى منتخبات. شوف وباش يتضروا منها اكثر المنتخبات اللي قاعدين يقوموا وتأسسوا على التجنيس، وهي المنتخب الفرنسي يقعد عمره ما يهز كأس عالم. ما نجم يهز كأس عالم عام 98 كان بزيدان وجماعة 2006 شوف انت وين وصل وكأس العالم معناتها خسرها بعودة زيدان فقط كان بلاش زيدان زي ما يوصلش النهائي يقول زيدان والجماعة اللي معاه. شوف في كأس أوروبا وإليكم معناتها تعرفوا شوف قديش من مجنس، وحتى مش مجنس حتى هو مولود بيجي عنده دوبل ناسيوناليتي معناتها ما تنجمش. وزاد شوفوا في كأس العالم اللي هزتها وكأس العالم الأخيرة معناتها كيفاش التركيبة متاع المنتخب الفرنسي. توا اللي باش يمشي المنتخب الفرنسي ما عادش المنتخب الفرنسي ولا المنتخب الإسباني عامل عليه مزية، هو عامل عليه مزية نهار تترخي فيه العين هو باش يمشي منتخب اخر ونجم يكون حتى من شمال افريقيا كما قاعدين نشوف. وشوفنا انه ابراهيم دياز حسب ما هو واضح كما لقاش قدره، وهنا واكيد واعدينه باستقبال كبير في المغرب اكيد. حسب ما شفت انه زاد هو مقتنع راهو ملاعبي ممكن البروجي تاع المغرب في المستقبل ومقتنع وعمره 24 سنه. ولهنا هنا قلت لك الممارسات وحتى التصريح نتاع دي لافوينتي راهو واضح، خاطر يقول لك لا انا نحسبك الملاعبيه الكل، لا هو ماهوش الملاعبيه الكل، لان يقول لك وضح لي اموري يا باش نجي معاك يا خليني نشوف معناتها انا مش زاد باش نبقى معناتها ما نخسر، خاطر زاد في المقابل زاد المنتخب المغربي مش قاعد يستنى. شفنا احنا في الكاس الافريقيه الاخيره المنتخب الموريتاني ولا عمل اللي شفنا تونس في وقت سابق كيفاش استفادت من لي زيكسباتري هذوما وتقويه المستوى. علاش قلت لك انه التكوين باش اوروبا تقريبا التكوين الجيد اللي في اوروبا باش ينفع بقيه المنتخبات كسوا شمال افريقيا والمنتخبات الافريقيه بصفه عامه. شوف الخارطه الكرويه والتفكير الكروي للملاعبيه قاعد يتغير، فما عقليه استعماريه ما زالت عند اتحادات اوروبيه لكرة القدم وغيرها لابد عليها أنها تتغير، لأنها إذا كان ما تتغير باش تقعد ديما العقلية الاستعمارية سوف تنتهي. هذيك علاش أنه العقلية الاستعمارية اللي موجودة وخلينا في القارة الإفريقية بطبيعة صارت عليها انقلابات. علاش؟ خاطر الاستعمار ما خرجش من بعض البلدان الافريقيه، خلاو عائلات تحكم وخلاو عائلات هي هذيك اللي قاعده تمارس ومبقيه ومتبقيه على المصالح الاستعماريه للدول هذه. شوف العقليه الاوروبيه فيها عقليه استعماريه وفيها عقليه انه حقوق الانسان، لكن نقول اوروبي نحكي على الغرب بصفه عامه، حقوق الانسان كان عليهم هما وهما عاملين ديما مزيه. لانتهى العهد هذاك نتاع هما عاملين مزيه، وبدات بالرياضه وهاك شفتها بدات بالانقلابات في القاره الافريقيه وما باش تواصل. القاره الاوروبيه هي في حاله ضعف في الوقت الحالي، في حال ضعف على المستوى على الاقل الديموغرافي. الاتحاد الاوروبي هاك شوف ماشي باش يتفكك وباش تتغير الخارطه الكرويه من بعدها الخارطه الجيوسياسيه بطبيعه الحال. انت هذا العهد وانتهى عهد برايم تايم زاد اليوم. شكرا سميه، شكرا فرح، شكرا. Gracias Alex, pendientes estamos de Brahim por el Real Madrid que podría jugar con Marruecos. No, eso se filtra desde Marruecos. Vamos a ver qué pasa. Bueno, Marruecos le quiere. من اليوم فصاعدا خصنا نتعاونوا بيناتنا وخصنا نتحدوا ونوجدوا راسنا للاعلام لا ديال الجيران ولا العالمي، لان حنا ولينا في الواجهه ولا المغرب ولا رقم صعب. اذا خصنا نوجدوا راسنا وخصنا نتحدوا وخصنا نتعاونوا. وما تنساوش بارطاجيو جيم
عاونوا هاد القناه هذه باش نحاولوا حتى حنا نردوا عليهم، نحاولوا حتى حنا نبينوا لهم شي شويه، نشوفوا الاعلام الاسباني اشنو غادي يقول. راه كاينه الترجمه، حاولوا تقراو معنا الترجمه اللي غادي يهضر فيها الاعلام الاسباني. Sí, los damos detalles, ¿eh? Ana, dinos. A ver, pues es increíble la cantidad de gente, a mí me sorprende al menos, que madridistas que ya tienen a Mbappé totalmente olvidado, ¿eh? Claro. Y de hecho, ahora mismo es que ni piensan en él. Por ejemplo, Almu decía al speech de Roncero que representas al madridismo, una vez más decía, es cierto que han llegado muchos aplausos al discurso tuyo. Y, por ejemplo, Juan, el Madrid no necesita a Mbappé. ¿A quién quitamos? Se llega a preguntar. En Marruecos, ¿qué dicen sobre Brahim? Bueno, dicen que tienen la intención de que el jugador se nacionalice para poder jugar con Marruecos. Eso es lo que transmiten desde la Federación Marroquí. Lo que no sé es si el jugador está en esa disposición o no. A mí lo que me han contado es que la Federación Marroquí tiene la intención de que Brahim sea seleccionable por Marruecos para poder contar con él en próximas convocatorias. Pues en la noticia, Brahim jugará con Marruecos. No, ¿Vale? no. Álvarez, ¿dices que no, Álvarez? No. Que no, espera un segundo, Álvarez, espera, que está Edu Aguirre ahí, con un consejo. Espera, Edu primero, ¿vale? Está saliendo por todos lados que Brahim va a jugar con Marruecos. José Álvarez, vente José. Tienes información. José, ¿qué sabemos? ¿Qué hay? Bueno, pues yo he hablado hace 5 minutos con el entorno de Brahim, un entorno muy cercano, y me ha desmentido rotundamente esta información. Brahim va a jugar con Marruecos y me ha dicho que no hay ninguna intención en este momento, no hay ningún papel. ¿Se ha hablado? Y la frase es... ¿Se ha hablado? No. O sea, no he hecho ningún trámite, no. Lo que me dice a mí... ¿Se ha hablado? Le llevan tiempo hablando para eso. Me ha llegado a decir que era un tema hasta prácticamente político, porque llevan mucho tiempo hablando con él, llevan también filtrando esa información, que Brahim puede ir para allá, pero a mí me ha dicho literalmente, no hay nada, lo desmiento y desmiéntelo rotundamente, está centrado en el Madrid. ¿Por qué no hace algún tuit? A ver, está Chozas ahí en redes. A ver, es complicado, Josep, también poner un... A ver, en su familia... Chozas, claro. ¿Brahim ha desmentido que vaya a jugar con Marruecos, que se está publicando en todas partes? Lo estamos buscando y de momento no, en su perfil oficial no hay ningún tuit en el que desmienta nada de eso. ¿Por qué no desmienten públicamente? Yo sé, porque tiene familia de Marruecos y yo creo que poner un tuit diciendo no quiero jugar con Marruecos, claro, es un poco complicado. No quiero, no. Están publicando que va a jugar con Marruecos. Ya, pero es una forma de decirlo. Si lo desmiente, dice que no va a jugar nunca con Marruecos. ¿Lo desmiente José Álvarez? Pero a mí no puede mentir como periodista, pero que él sí dice eso públicamente, le está diciendo a los compatriotas de toda su familia nunca va a jugar con vosotros. Digo que es delicado. No digo que no debería hacerlo. No tengo ningún acuerdo para jugar con Marruecos. Sí, pero si Marruecos quiere que vaya y tú dices, en este momento no quieres... No hay nada cerrado, puertas abiertas por si acaso, ¿correcto? Bueno, amigo. ¿Es una estrategia de Brahim y la familia? No. A mí me ha dicho que no tiene ninguna intención de ir a jugar con Marruecos. Ninguna. Tiene un problema muy grave. Un problema muy grave. ¿Cuál es? Muy grave. Y es que hay una Copa de África en la que supuestamente Marruecos va a llegar lejos, que son casi 2 meses de competición, en enero y febrero. Y por eso entiendo que el padre... Me ha dicho, está centrado en Madrid. El hermano, el primo, el señor del entorno o la señora del entorno diga, no se lo está planteando, está centrado en el Madrid. Porque ir con la selección de Marruecos significa descentrarse del Madrid en un momento en el que el Madrid tiene un trance de competición. Vale, pero como es por otra cosa más. De hecho, Petón... Por otra cosa más. ¿Experiencia? No, como es apetecible? Pero ¿por qué va a hacerlo ahora mismo si la puede posponer para cuando le convenga más? Para el Mundial, por ejemplo. Pero está muy bien tu speech. Está muy bien tu speech, pero a lo mejor está pensando en poder volver a la selección española, ¿no? Por ejemplo. También. Sí. Ya ha jugado una vez. Que a lo mejor eso es lo que él está intentando. ¿Quiere presionar? No, presionar no. Pero que a lo mejor lo que quiere es, o su deseo es, volver a contar. Quiere jugar con España, Fernando. Quiere jugar con España. Es que no es una historia que esa. Sí, claro, es que si no llega un amistoso él. Sí. Con España un amistoso. Un amistoso. Era sub-21. Era el partido de las selecciones, pero está bien lo que dice Fernando, pero si no juega en el Madrid... Tienen que ser... Por favor, Alex. Me parece
Él es realista y sabe que en el Madrid no va a jugar y a mí me parece que cierre la puerta a un Marruecos, no lo sabe, que ahora elegir Marruecos no es elegir cualquier selección, que es la semifinalista del Madrid. Vale, eso de que el Madrid no va a jugar, él no lo piensa. No, bueno, él no lo piensa, el otro día salió, marcó, fue titular, jugó muy bien, luego no jugó y salió lesionado. Y él cree que va a acabar jugando en el Madrid. Tiene el hombro tocado. ¿Qué interés tiene la Federación Marroquí en lleva años detrás un acuerdo cuando no se ha producido? Pues para presionarle seguramente. Es que es una forma de presionar. Pasó con Brasil y Ancelotti, Josep. Claro. Brasil vendió que tenía Ancelotti atado, no tenía atado. La Federación Marroquí no creo que juegue estas cosas. No, pero es verdad. Bueno, Lamine estuvieron en su casa hasta el último día. Está diciendo Petón, tocándole tiene mucho que ver. A Lamine hasta el último día. Y la selección española, insisto, a Lamine le queda un partido que es muy difícil. Esto ayer avisabas. Claro, podría jugar con Marruecos todavía, Lamine. Ahora puedes ir en la próxima convocatoria. Sí, pero hasta donde yo sé, en la federación hay confianza plena. Eso sí. Es más, confianza como con Mbappé. Es más, Josep, el jugador... No, bueno, vale, pues si no fallará la palabra Lamine o la gente de Lamine. Lamine ha dado su palabra a la Federación Española de que va a ser jugador español a todos los efectos. Pero falta uno. Eso es lo que... Vale, yo digo lo que si luego cambia de opinión, por eso. estará engañando a quien se lo ha transmitido. Vale. Y a mí lo que me dice la Federación es que el jugador ha dado su palabra de que va a ser jugador español a todos los efectos. Se ha perdido. Pues sí, cambia de opinión. Pues ahora mismo no. Ahora mismo no es tendencia y... No es tendencia todavía. Vale. Se ha perdido todo. O sea, yo entiendo si Brahim hubiera nacido en Marruecos y viene aquí a España y tal, bueno, pero Brahim no ha vivido nunca en Marruecos. ¿Qué relación tiene con Marruecos, Brahim? El Marruecos del Mundial tampoco tenía jugadores nacidos en Marruecos. O sea, eran dos de abuelos. De hecho, la selección marroquí llevó a las abuelas de los jugadores hasta Qatar para crear ese lazo del país. Sigue haciéndolo. Es que a eso voy. Se ha perdido el romanticismo por el amor a un país. No, claro, lo estamos haciendo. Pero también es su país. Marruecos es el país de Brahim. Su abuela es marroquí. Me parece muy bien, pero no ha vivido nunca. Pero es malagueño de pura cepa. Jugar con Marruecos. No, pero muy bien. José Félix también lo da por hecho. Va a jugar con Marruecos. Recoge información. El compañero no. El compañero dice que ha hablado con fuentes marroquíes y que le dicen que se decanta por Marruecos. Lo publica Marca ahora mismo. José Félix Díaz lo da por hecho. ¿Vale? Ha decidido dar el paso a jugar con Marruecos, según confirman fuentes cercanas a la Federación Marroquí de Fútbol. Tanto lo veremos. Él ha confirmado que va a a jugar con Marruecos, compañero. Bueno, yo me creo más a José, desde luego. Acaba de confirmar que creo más a su familia que no a la Federación Marroquí. Bueno, él, digamos que la fuente de José Félix es la Federación Marroquí. Claro. Bueno, y la fuente de José Félix es el entorno de Brahim. Y un entorno que a mí ha sido... me llega por la Federación Marroquí, ¿eh? La Federación Marroquí te llega a ti también. Me llega por alguien importante de la Federación Marroquí que me transmite que a mí de hecho haciendo gestiones para nacionalizar. Josep, de hecho, el primer mensaje que recibo... Esto se va a hacer a mí el primer mensaje que recibo cuando envío esto es: ¿quién dice esto es para reírse? El primer mensaje que recibo... Sí, bueno, es de la Federación Marroquí, Juanfe. Además la familia del chaval ayudando. A ver, que hay la versión, que Juanfe ha dicho la versión, la Federación Marroquí me dice esto. Claro, yo no estoy diciendo que sea la versión del jugador. El titular de Marca es muy llamativo, pero el titular de Marca es... El titular de Marca es... Se decanta por Marruecos, ¿no? O sea, algo así, ¿eh? Sí. Claro. Última hora, Brahim se decanta por Marruecos. El titular de Marca. Es verdad que ahí... No es que están pensándoselo. Marca, es verdad que ahí va a tener que decir algo por ahí. Por Marruecos. Marca, aquí hemos contado, Juan Feda, que la Federación Marroquí transmite eso, que el entorno lo niega. Aquí damos las versiones de las partes, pero en Marca... se decanta por Marruecos, pues Félix Díaz ya lo da por hecho, va a jugar con Marruecos. Nico, consejo. Dinos, Nico. دياز يسددوا جول. نعم فعلها ابراهيم دياز لوحده. اقل من تربص شهر مارس. كما شفتوا الاعلام الاسباني مبغاش تصرط ليه ورد الزعاف في المدرب ديالو. دابا غادي نشوفوا الاعلام الخليجي والاعلام الجزائري. الاعلام الخليجي قال لك نعلة المغاربه على كريستيانو رونالدو ما بغاش توقف. المهم ما بغاش توقف. دابا نشوفوا الاعلام الجزائري حتى هو. الاعلام الجزائري راكم عارفين من زمان هو داير هكا. كان معكم اخوكم جيدو عبر قناه بين بلس. ما تنساوش بارطاجيو جيم فضلا وليس امرا وعاونوا هذه القناه هذه باش نحاولوا بما امكن حتى حنا نردوا عليهم. هما يهاجمونا وحنا نردوا عليهم عبر هذه القنوات الصغار. وتحياتي كان معكم اخوكم جيدو.
الى فيديو اخر. هذا سيلتحق ابراهيم دياز بشوف اضافه كبيره عليه، اضافه كبيره جدا، لاعب ممتاز جدا، لاعب رائع، سريع جدا، قوي جدا بدنيا، مراوغ من الطراز العالمي. تطور في ريال مدريد هذا الموسم في الكثير من المباريات كان وراء الحلول، سواء بالتمريرات الحاسمه او باهدافه المارادونيه، يسجل اهداف مارادونيه امام لايبسيتش. هدفه هو الذي أهل ريال مدريد في مباراة الذهاب رغم الأداء السيء للريال. أمام فياريال أيضا هدف من وسط الميدان بعد انطلاقة، راوغ 3 لاعبين ثم وضع الكرة في الشباك. لاعب رائع. لا هو سريع. إسكو سريع ومراوغ، لا في طريقة تعامل، بأنه سيجلب إضافة كبيرة جدا للمنتخب المغربي. ابراهيم دياز لأنه لاعب ممتاز جدا. كانت فيه بعض الاتهامات على الاهتمام أكثر بلاعبين الواعدين في صفوف نادي برشلونة أكثر من ريال مدريد بسبب قضية ابراهيم دياز. جدا لاعب رائع، سريع جدا، قوي جدا، لاعب صراحة سيقدم الكثير من الإضافة للمنتخب المغربي في المباريات المقبلة. نعم. لاعب محمد لاعب مهاري، لاعب يلعب كرة قدم جيدة وتطور محمد. هو لما تشوفه لما كان في ميلان آسي طريقة اللعب تاعو ما كانش مثل هذه، ما كانش يعني سارع بمثل هذا المردود اللي راهو فيه في فريق ريال مدريد، خاصة من المورفولوجية تاعو البدنية. محمد لما نزع القميص تشوف باللي لما كان في ميلان آسي ليس اللاعب اللي راهو في ريال مدريد. ريال مدريد محمد معروف أن اللاعب اللي يكون فيها لازم يطور نفسه، لازم يعمل كثير، لازم يعطي الإضافة الزائدة، لأنه لو ما تمتش هل ستندم إسبانيا لأنها لم تهتم كثيرا بإبراهيم دياز وتركته للمغرب؟ أكيد ما عندهمش لاعب بمواصفات إبراهيم دياز. إذا ريال مدريد محق لما اتهم الاتحاد الإسباني بالتقصير في لأنه ريال مدريد شوف محمد، الأندية الأوروبية تفضل أن يلعب لاعبوها أن يلعبوا في منتخبات أوروبية على أن يلعبوا في منتخبات إفريقية وعربية، وهذا أمر مفهوم، لأنه لما تلعب مع ريال مدريد تلعب مع المنتخب الإسباني قيمتك المالية ستكون أكبر بكثير من أنك تلعب مع المنتخب الإسباني المغربي وتلعب مع نادي ريال مدريد. في كأس إفريقيا راح تفقد اللاعب مدة شهر كامل، وشهر في فترة حساسة. الشهر يعني ربما الأبرز والأخطر في الموسم تفقد فيه اللاعب، ولازم النادي يتعامل مع السفريات تاع اللاعب. أكيد. لو يسافر لإفريقيا راح يكون عنده جهد. أريد أن أعرف كيف سيتعامل ركراكي الآن مع قدوم لاعب بوزن ابراهيم دياز. هل سيعتمد عليه وسيضحي مثلا بزياش ام سيعتمد عليه في خط الوسط ام يعتمد عليه في خط الوسط؟ ما رايك؟ لا خط الوسط او قدام مشكل اغنياء، بروبليم دو ريش، يعني عنده بزاف لاعبين ثراء تعداد ويعرف المشكل اين سيضع كل هؤلاء اللاعبين. هذا شيء ايجابي، خاصه ان المنتخب يحضر، المنتخب يحضر كاس افريقيا 2025 راح يحتضنها هو. أعتقد بأنه سيضعه ربما خلف المهاجم من أجل منح الفرصة أكثر لزياش على الجهة اليسرى أو الجهة اليمنى، ولاعب آخر على الجهة اليسرى، ويوسف نصيري أكيد راح يكون هو قلب الهجوم، ويوضع لاعبين تحته وناحي مع لاعب آخر في الاسترجاع. لذلك لكن رابط ربما، لكن الشيء المؤكد هو انه سي ان بروبليم دو ريش كما قلت لك، مشكل اغنياء بالنسبه لوليد الكراكي، لانه لاعب ممتاز جدا ابراهيم دياز. رب الرحيمي خطيره جدا، والهدف الاول على الشعر، ينطلق رحيمي ويصنع الربيع للعين. سفيان انفجر. لابد ان اشيد بالدرجه الاولى الحقيقه بالحضور المميز، الحضور الغير عادي. سفيان انفجر وتمكن من انه ايصال فريقه الى المباراه. يبعد النصر احد المرشحين عن هذه البطوله. حقيقه اليوم حصل المساحه. بالمناسبه فريق نادي العين يلعب بمهاجم وهمي. هل تتوقع ان ابو محمد بما ان سفيان انفجر ان تكون هناك يعني انظار تتجه لسفيان خاصه من الانديه السعوديه؟ وكان في بدايه الموسم هناك حديث كبير جدا شوف سفيان ما طلب للانديه السعوديه، صحيح هو يرتبط بعقد مع واحد من كبار الانديه العين، ولكن يبقى دائما سوق الاحتراف ما بين عرض وطلب. هذا مثل ما تفضلت، هذا لاعب محترف وارد تماما اليوم في العين، باكر في النصر او في الاتحاد او في اي نادي من الانديه المحليه او الانديه العربيه او الخليجيه سيان، لكن اللي يدفع اكثر يبقى مساله صحيح. الشرط الجزائي وكذا. بس انا احب يعني اؤكد على قيمه فريق نادي العين، واؤكد على قيمه لاعبين فريق نادي العين. شوف اليوم خلنا نتكلم بكل واقعيه وبكل صراحه، خذ النصر كاسماء وخذ العين كاسماء. نعم.
لو لاحظت الاسماء الموجوده في فريق نادي النصر كل اسماء عالميه بالمناسبه. صحيح. يعني ما اتحدث عن اسماء محليه واسماء يعني اسماء عالميه اكيد من رونالدو ومرورا بكل الاسماء الاخرى الموجوده، لكن اوتافينيو خذ ماني خذ كل الاسماء، بس المساله مش مساله اسماء، مساله عطاء. صحيح. مساله اصرار، مساله روح. نعم. مساله قناعه ومساله شوف العين، الحاجه الجميله ان العين اخوي ابو عبد الرحمن نعم. حدد هدفه انه هو يصل الى النصف النهائي، هدفه انه هو يتجاوز فريق نادي النصر، هدفه انه هو أكيد. يصل بالكره الاماراتيه الى مكان صحيح. هي تستحقه، وحصل هذا. يعني اليوم على فكره لو لاحظت تصريحات لاعبي فريق نادي النصر قبل المباراه الاولى ان احنا يعني اعتبروا ان هم جايتهم من العين نزهه صحيح رحله. نعم. بعد ذلك في مباراه الرد قال لك احنا كل واحد يتوعد، ماني يقول لك حيسجل هاتريك ومش عارف مين، رونالدو يتوعد بيسجل وكذا وغيره، لكن شباب العين رجال الامارات نعم. ابناء القلعه قلعه الزعيم لم تتردد اطلاقا وكانت في الموعد، وبالتالي حصل ما حصل، وهذا هو الشيء اللي احنا نبحث عنه. صحيح. طيب حميد يوسف، اكيد مباراه كبيره جدا للعين، رغم يعني هناك كانت اخطاء دفاعيه كبيره من الفريقين للامانه، يعني طريقه تسجيل الاهداف كانت نوعا ما غريبه، ولكن في الختام استطاع العين ان يثبت احقيته في المباراه، لان للامانه في بدايه المباراه انت تقدم 2 توصل بالنتيجه الى 3 على النصر، عندك هدف في العين، مش نتيجه بسيطه. في البدايه مبارك للجميع، تأهل فريق العين بركلات الترجيح وباستحقاق، لأن فريق العين متمرس في البطولة الآسيوية ضد الأندية السعودية، متفوق على النصر، متفوق على الاتحاد، ممكن متعادل مع الهلال. صحيح. بالمناسبة الشباب هو النادي الوحيد اللي يتفوق على العين في المواجهات صحيح السعودية. صحيح. نعم. لذلك حاليا الفريقين اللي احتمال يقابل، الهلال متقدم في مباراة الذهاب على نعم. الاتحاد عنده مباراة الرد، فمواجهة أي فريق من الفريقين طبعا بتكون له حسابات خاصة. صحيح. عودة اللعيبة المصابين مثل لابا حق للمباريات القادمة، البطاقة الحمراء، ولكن أعتقد أن فريق العين لعب واقعية وقدر يسجل يعني هدف الذهاب اللي كان في مباراة الذهاب، وأول هدفين سجلهم رحيمي بنفس الطريقة يعني أخطاء دفاعية كبيرة. صحيح. من فريق النصر، لأن شوف فريق النصر يسجل أهداف ولكن يستقبل في الدوري مسجل 65 هدف عليه 33. صحيح. يعني خلل كبير. هذا ساعد فريق العين أنه يستقل الأخطاء المتراكمة والموجودة في فريق النصر السعودي، بالإضافة إلى التنظيم الجيد للعيبة العين في وسط الملعب. شوفنا تذبذب في المستوى، وهذا يرجع يعني اللي ما ممكن كابتن محمد عبيد حماد أكثر من تصريح له أن ضغط المباريات، نتفق 5 مباريات في أسبوعين. طيب كل 3 أيام تلعب مباراة، ضغط. في ناس يقولوا لك لا والله هذول محترفين، لكن طاقة، سفر، ذهاب، اليوم أول أيام رمضان، أجواء مختلفة. هني أبو عبد الرحمن على الأندية تجتمع مع الرابطة، وبدل ما يكون يعني النظام حين يومين وتلعب اليوم الثالث، سواء لعبت المباراة في